فيها 7 من يعني إلى مضاد الصحي بتاع الطب ولا علاج الكروية يعني الكوز بتاع هذه إن شاء الله للوقوف وضع بتاع وأهم مسؤوليات المستقبل. بالنسبة للقطاع مش بالضرورة حسب الكروية احنا كروية وهذه مش نسمع عملي شيء الحاجات مش نسمعها الحديث حسب بتاع الهوية بتاع ماشي الحقيقة بينهم نطلع على مستوى لازم نشوفوا على المستوى بتاعه موضوع اشتكيت ما بعد كان في التحليل ولا في الحل هذا الحل موضوع الترويج أصبح من أهم النقاط كان فكر في العيد كل حاجة تعرف كانت الثروة البادرة في التركيز نقطة بين على العيد في البداية وكان سببين وقدر بدون فتاح وبدون مستقبل وحتى على مستوى الأسعار كان عندها وقع طيب طرق. مدى تقدم مشروع جزء من شمال والمشروع أي يعني دراسة كنا عليه سابقا وأن تم نشر المناقصة طلب العروض للدراسة هذه يعني قرأنا العروض وتم الفرز وتم اختيار مكتب الدراسات وإذن انطلاق الدراسة تم أمس إذن انطلاق الدراسة 24 شهر يعني سنتين كل بتاع الدراسة 4.5 مليون دينار دراسة كبيرة يعني معمقة تشتغل عن اعتبار كل الفرضيات الفنية وإن شاء الله على كل حال باش نتبعوها مع بعض الناس كل فيها 3 مراحل 8 أشهر بالطبع ما نتعدوا المراحل الأولية إلا من كل المراحل الأولية في آخرتها نشوف عندنا حاجات يسمى تفصيلية أعراف بروجيه ديتايل يعني دراسة تفصيلية اللي تمكننا بعدها مباشرة إدراج في يعني المخطط هذا أول مخطط بتاعنا لأن يعني باش يكون مشروع كبير وإن شاء الله نتعاون على نوصلوا التنمية اللي تفض إشكاليات المياه بالوسط وخاصة القروات وتعرفوها أكثر من إشكاليات الموارد اللي مستغلة أكثر من 100% وانعكاسات على الحين وارتفاع بسرعة. مش تم إدراج ميزانية بتاعها في المخطط 2020 ولا؟ هو تم إدراج الوقت الحاضر في الدراسة. الدراسة هذيك 4.5 تم يعني فكرة نشدوا فيها اليوم يعني في 2018 في مثلا أوائل 2018 تكون دراسة حالة بعدها على مستوى التمويل 18 قلت 8 شهر لا قلت لك 24 شهر 24 شهر المرحلة الأولى 8 شهور والمرحلة الثانية 8 شهور والثالثة 8 شهور 3 في 8 أشهر. إذن في أوائل 2018 حاضر الدراسة الصعيبة راهي ليست صعبة جدا باش تعدى يعني تصور ما مثل لما الملك الأول أنت باش تعدى السلسلة بتاع يعني الجبال اللي في الأثناء اللي باش تعدى أما يعني إشكاليات فنية على مستوى الكلفة على مستوى التجهيزات وبالتالي الفرضيات موجودة برشا هو هذاك علاش الدراسة المعمقة وسعيدة وإن شاء الله توصل الناس كل باش نتعاونوا ونوصلوا عليها. ثم في بعد طبعا في التنميات اللي كنا مشروع يكون دراسة بتاع 4-5 مليون دينار فما بالك بكلفة المشروع. سيد الوزير ولاية القيروان تحت العديد المراتب الأولى في عديد الزراعات لكن فما مشكل اسمه محدودية الموارد المائية كيفاش صرفتوا أنتم كوزارة الفلاحة اتجاه المشكل هذا؟ هذا شو كنا نحكوا طبعا هذا الموضوع كنا نحكوا فيه وأن محدودية الموارد المائية واستغلال المفرط للموارد المائية خلى وأن الوزارة تعطي أولوية لدراسة إمكانية جلب فائض من مياه الشمال للجهات الوسط والدراسة هذه كما قلت إذن بانطلاق الدراسة تم البارح يعني الفترة اللي فاتت ال4 شهور اللي فاتوا كانت يعني تلقي العروض الفرز المسابقة البارح تم انطلاق الدراسة هذه مدتها 24 شهر كلفتها 4.5 مليون دينار وإن شاء الله تعطي الحلول الفنية اللي تمكن من ديمومة التنمية الفلاحية المروية في الجهات هذه وتخطي إشكاليات نضوج المياه ونضوج الموارد المائية في الجهة.